بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر اعمال الرسل اصحاح 2 والمحاضرة يوم 50. كان الجميع معا وناس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كان من وجود ريح عاصفة ملأت كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد دائما الآن. احتفلنا الحد اللي فات بعيد حضور الروح القدس، وطبعا ده عيد كبير عندنا. الروح القدس نحن عارفين أحد أقرانين الثالوث القدوس، يعني هو الله، ولأن هو الله كانت عنه رموز كثيرة جدا في العهد القديم، لأن الكتاب كله بيتكلم عن الله، أحيانا عن الآب وأحيانا عن الابن وأحيانا عن الروح القدس. فاللي يفتش في العهد القديم يلاقي حاجات كتيرة جدا عن الثالوث القدوس، فهنتكلم عن بعض الرموز اللي جات في العهد القديم عن الأقنوم الثالث من الثالوث القدوس الروح القدس. والرموز دي اللي جات في العهد القديم عن الروح القدس بتستخدم كوسائل إيضاح تبين بعض صفات وأعمال الروح القدس في حياتنا وفي حياة الكنيسة في العهد القديم والعهد الجديد، لأن الله هو العامل فينا دائما. من ضمن الرموز اللي جت عن الروح القدس الحمامة مثلا، الزيت، المية، الريح، النار، الختم، دي كلها رموز عن الروح القدس. لما نمسك مثلا رمز زي الحمامة، زي بيرمز للروح القدس. لما نقرأ في إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 3 عن عماد السيد المسيح، يقول: ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع أيضا، وإذ كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا: أنت ابن الحبيب بك سررت. مش حمامة، هيئة جسمية مثل حمامة. يعني لو حمامة نقول الروح القدس تجسد، طبعا الروح القدس ما تجسدش، كان يظهر مثلا حل على الروح القدس مش ألسنة نار، مثل ألسنة نار، زي ما قرينا: وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، مش نار. وبعدين هنا هيئة جسمية مثل حمامة، فبياخد أشكال بس كده عشان تبان للنظر دون أن يتجسد كما تجسد المسيح، أخذ جسد إنسان.
في قديسين بقى طبعا فسروا لنا ده كله. القديس باسيليوس يقول ايه؟ شكل الحمامة هو الشكل الذي كان عليه روح الله يرف على وجه المياه عند بدء الخليقة، ليخلق من الأرض الخربة الخالية المظلمة عالما جميلا. الآية الأولى من سفر التكوين: في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية، وعلى وجه الأرض على وجه الغمر ظلمة، وكان روح الرب يرف على وجه المياه. الأرض خربة وخالية، ملهاش لا شكل ولا لون. الغمر يعني المية، كلها مية كده طالع منها أبخرة زي ضباب كده، عاملة ظلمة، وكان على وجه الأرض ظلمة. وروح الرب واخد شكل حمامة بريق استعدادا لهندسة وتوضيب هذا الشكل الهلامي المظلم. تبقى فيه أرض وفيه نبات وفيه سماء وفيه حيوانات، وفي الآخر يخلق عليها الإنسان عشان يديها شكلها الجميل، عشان يخلق الإنسان عليها ويستريح فيها. وجه روح الرب يرف على وجه المياه، يعني واخد شكل حمامة وجه، زي بالظبط لما نزل على المسيح في نهر الأردن بهيئة جسمية مثل حمامة. في العهد القديم رفع على هيئة جسمية على مثل حمامة عشان يبتدي يخلق الأرض الخربة الخاوية المظلمة. في المعمودية بقى الروح القدس يحل عشان يخلق من النفس الخربة الخالية المظلمة نفوسنا. لما بنتعمد يعني قبل العماد بتبقى خربة خالية ومظلمة زي الأرض في العهد القديم. يخلق منها نفس جميلة يسكن فيها الروح القدس ويستمتع جواها كمان. فنفس الروح اللي كان بيرف على المياه في العهد القديم كان بيرف مازال على كل معمودية تعمل في العهد الجديد علشان يخلق من نفس المعمد عروس ليه جميلة. وبعد كده نلاقي ذكر الحمامة برضه جاء أيام نوح. الطوفان جاء على الأرض بالموت الدمار، وبعد كده الطوفان انتهى. طلعت الحمامة من الفلك وراحت جابت لنوح ورقة زيتون في فمه، عاوزة تقول له خلاص الموت راح وبدأت الحياة من جديد. ابتدى الشجر يطلع اهو، والمية انتهت، واللي مات، وبدأت الحياة تدب على وجه الأرض مرة أخرى. القديس كيرلس الأورشليمي يقول إيه؟ هذه الحمامة ترمز للروح القدس يعني، أو الروح القدس كانت ترمز لها حمامة نوح. فكما في عهد نوح جاء الخلاص بفلك الخشب والماء وعادت إليه الحمامة وفي فمها ورقة زيتون خضراء، هكذا نزل الروح القدس على نوح الجديد اللي هو المسيح في نهر الأردن المية لكي يعلن أنه سيخلص العالم من موت الخطية وظلمة الشر بخشبة الصليب وماء المعمودية. يعني ربنا خلص الثمان أنفس دول بالماء والفلك الخشب،
المسيح اللي ظهرت الحمامة عليه في نهر الأردن خلص العالم بقى خلاصا روحيا بخشبة الصليب وماء المعمودية، زي الفلك والمية، فلك الخشب والمية، صليب الخشب ومية المعمودية. الحمامة أيضا فيها بساطة. المسيح قال كونوا حكماء كالحياة وبسطاء، كونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام. فالروح القدس نزل على المسيح حمامة فيها البساطة، نتعلم منها البساطة. والمسيح كان بسيطا أيضا في حياته، وديع. تعلموا مني فإني وديع متواضع القلب. معلمنا بولس يقول أخاف لئلا يفسد أحد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. نكلمكم ببساطة المسيح وحلمه. فالمسيح كان حليما وكان بسيطا وكان وديعا، والمفروض كل نفس من نفوس أولاده تبقى فيها هذه الروح. عشان كده ظهر العماد على هيئة حمامة عشان المسيح بسيط ويعلمنا البساطة. ظهر على الرسل في هيئة نار لأنه كان فيهم شوية شوائب كده، اللي خايف واللي بيشك واللي فجاي يطهرهم من النار المطهرة. لكن المسيح ما فيهش خطية عشان يجي الروح القدس كنار يطهر فيه حاجة. فظهر على هيئة حمام، ظهر على الرسل في هيئة نار، قال لهم أنه ستتعمدون من روح القدس ونار ليس بعد هذه الأيام بكثير. فرق بين ظهوره على المسيح في نهر الأردن وظهوره على الرسل في علية صهيون. الحمامة أيضا ترمز للروح القدس في النقاوة والعفة. الحمامة نقية وعفيفة. في كده أقوال تقول إن الحمامة لما يموت جوزها ما تتجوزش تاني ولا تخلف، هو جوز واحد وخلاص. نوع من العفة الطيور. وفي نشيد الأنشاد يقول المسيح يقول لعروسه الكنيسة أو النفس عيناك حمامتان، يعني عيناك نقيتان. السيد المسيح يرى صورة الروح القدس منطبعة في عيني المؤمن ما دام قلبه نقيا وحواسه عفيفة ودائم الالتصاق بالله. إنسان عفيف ونقي عينيه زي عينين الحمامة، فيها الوداعة وفيها البساطة وفيها النقاوة وفيها العفة. وهو دي صفات الروح القدس، كما هي صفات الحمامة، كما هي صفات المؤمن المملوء بالروح. الرمز الثاني اللي جاء في العهد القديم الزيت، يرمز للروح القدس برضه في حاجات كتير. في العهد القديم كان يدهن به الكهنة والملوك والأنبياء فيحل عليهم الروح القدس، يدهنوهم لتكريسهم. ويعطيهم قوة كمان
ليس بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. المرنم يقول مسحت بالدهن رأسي. ربنا لما قال موسى ارسم هارون كاهنا صب عليه الزيت فحل عليه الروح القدس ليكون رئيس كهنة وأولاده الثلاثة كهنة. صمويل لما ربنا قال له ارسم شاول ملكا صب عليه دهنا فحل عليه الروح القدس وأخذ قلبا جديدا وصار إنسان جديدا وبقى يتنبأ، حتى قيل أشاول أيضا بين الأنبياء. تغير بقى إنسان جديد، بل بدل ما هو مهتم بالقطن والبهايم بتاعته والأراضي ابتدى يهتم اهتمامات روحية. لما انحرف شاول وربنا اختار داود قال لصمويل برضه روح بيت لحم. اخترت داود بن يسى، فتشت قلب داود بن يسى فوجدته مثل قلبي يصنع كل مشيئتي، ارسمه ملكا بدل شاول. فراح ودور عليه لغاية ما لقاه وصب عليه قرن الزيت فحل عليه الروح القدس وصار ملكا في نظر الله. لكن بعد كده نصيب ملكا بعد موت شاول. فكان الزيت مجرد الدهن بالزيت، صب الزيت على إنسان يصير كاهنا أو يصير ملكا أو يصير نبيا. برضه إيليا رسم إليشع ملكا بطريقة نبيا بدلا عنه بطريقة زي كده. الزيت يرمز دايما للبهجة والفرح. في أشعياء يقول أعطي لنائحي صهيون جمالا عوضا عن الرماد ودهن فرح عوضا عن النوح. في المزمور يقول أحببت البر أبغضت الإثم، بيتكلم عن المسيح. من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج. الدهن دايما يرمز للابتهاج. يقولوا في سفر أعمال الرسل يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. فدهن الزيت يرمز للفرح للقوة للبهجة. عشان كده بنرسم به العرايس، نقول دهن الفرح دهن البهجة، يعني نصلي على الزيت كلام زي كده وندهن به العرايس. ورد الزيت يرمز للخصب والنماء والخير والبركة. ده في التشنيع يقول ايه؟ إن سمعتم لوصاياي التي أنا أوصيكم بها اليوم لتحبوا الرب إلهكم وتعبدوه من كل قلوبكم، أعطي مطر أرضكم في حينه المبكر والمتأخر فتجمع حنطتك وزيتك. ربنا يروي الأرض بالمطر فالخير يزيد، الحنطة تزيد والزيت يزيد وتبقى الخير كتير. وهذا يرمز لغنى الروح القدس للإنسان الذي يتقبله. الذي يتقبل روح الله القدوس يبقى عنده غنى كثير روحي بس
وكان يستخدم للاستشفاء. أشعياء النبي يقول ضربة طرية، يقول على الشعب لما مش تايب يعني، ضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. لما يكون الجرح شديد كده وينشف يقلم لك، لو اتدهن بالزيت يطرى. زي مثل السامري الصالح اللي قال ربنا يسوع المسيح. السامري لما جاء لقى الراجل مرمي مبهدل صب على جراحاته خمرا وزيتا. الخمر فيه سبيرتو يكوي وينظف من الميكروبات والجراثيم، وزيت طري يخلي الألم مش شديد بتاع الجرح. فالزيت بيستخدم للاستشفاء، والزيت هنا يرمز لروح القدس على المعمد، وفي سر مسحة المرضى لشفائهم من الأمراض الجسدية والنفسية والروحية. يعني نستخدم الزيت في المعمودية يشفينا من الخطية الجدية، ونستخدم الزيت في سر مسحة المرضى يشفينا من الأمراض الجسدية. ففي أسرار اسمها أسرار العلاج. المعمودية تعالجنا من الخطايا الجدية الأصلية، ومسحة المرضى يشفينا من أمراضنا الجسدية والنفسية، وكله بعمل الروح القدس. بيستخدموا الزيت دايما في الإنارة. في خيمة الاجتماع كان المنارة ذات السبع سرج، 7 شعب كده، كل شعبة فيها يعني زي منارة كده فيها فتيل ينوروها بالزيت. فالروح القدس لما ناخده ينور لنا حياتنا، يعطينا استنارة. يعني شوف معلمنا يوحنا يقول ايه: أما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. يقول المسحة التي أخذتموها ثابتة فيكم، ولا حاجة بكم إلى أن يعلمكم أحد، بل كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء، وهي حق كما علمتكم تثبتون فيه. نقول بنورك الرب وعين النور. الروح القدس يدير طريقنا إلى الملكوت. عشان كده تذكار شفاء الرجل المولود أعمى وإنارة عينيه، الكنيسة خلته أحد للعماد. يعني دايما كانوا يعمدوا في الحد التناصير، علشان زي المسيح ما شاف عيني الأعمى وأعطاه بصيرة جسدية ثم بصيرة روحية لما آمن به، المعمودية بتعطينا أيضا البصيرة الروحية التي نؤمن بها بالمسيح، لأنه لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس لما ربنا ينير بصيرته. فزي زيتنا بيستخدم للإنارة، الروح القدس ينير بصائر الناس المؤمنين به، واللي يدوله فرصة يعمل فيهم ويزيل من أمامه الحواجز زي الخطايا والأخطاء والشهوات وأمور العالم دي، يشيلها من قلبك، ومن الروح القدس يجد فرصة. وإلا بقى يقول لبعض الناس: لا تحزنوا الروح ولا تطفئوا الروح. ايه اللي يطفئ الروح ويحزن الروح؟ ان احنا نكتم على نفسه، ما نديلوش فرصة يشتغل فينا، ونهتم بأمور العالم دي تحزن الروح وتطفئ
عمله فينا. لكن الروح القدس لما يعمل يعطيك استنارة، تبقى إنسان مستنير روحيا والطريق قدامك واضح وماشي فيه بقوة. رمز تاني من رموز الروح القدس اللي جت العهد القديم المية. المياه ترمز للروح القدس. في أحد أعيادهم وهو عيد المظال اليهود، كانوا يروحوا يجيبوا مية في أباريق من ذهب من بركة سلوان جنب أورشليم كده إلى الهيكل ويصبوها كم مذبح المحرقة مية. ودي بقى اللي قال عنها الكتاب في اليوم العظيم الأخير من العيد، عيد المظال، لما شافوا المسيح كده الكهنة بملابسهم والشعب بالزفة جايبين المية دي في أباريق من ذهب، قال بقى العبارة دي: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من باطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنين به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. أول ما شاف الماء في الأباريق قال الماء دي ترمز للروح القدس، اللي عطشان يجيلي أعطيه الروح القدس يفيض من باطنه، يعني من داخله أنهار ماء حي، زي ما قال السامرية بالظبط عن الروح القدس ينبع في داخله أنهار ماء حي. فالماء دائما يرمز للرخاء والوفرة والبركة، فيشير للروح القدس الذي يملأ المؤمن ويفيض، زي ما قال في أشعياء: هأنذا أدير عليها سلاما كنهر ومجد الرب كسيل جارف. بيقول لأورشليم، بيقول على الكنيسة، بيقول على النفس المؤمنة به المتمسكة به: أدير عليها سلامي كنهر ومجدي كسيل جارف. الروح القدس يبقى فيها نهر ينبع أنهار ماء حية، وسيل يعني سيل ده يعني يملأ المكان ويفيض أيضا على ما حوله. الإنسان مملوء الروح القدس كده يمتلئ هو ويفيض على من حوله بركة ومحبة وبشاشة وخدمة ورقة ولطف، وإن كان خدمة ولا صلاة من أجل الآخرين، هو مليان ويفيض كالسيل على الذين من حوله. فصالحة جدا هذه المياه الحية، مياه الروح القدس، عطية الروح القدس، نطلب أن تتدفق وتفيض علينا ومنا على الآخرين. المية ترمز للروح القدس المطهر. في خروج يقول إيه: أرش عليكم ماء فتطهرون. المية تطهر الجسد، المية العادية، لكن ماء الروح القدس يطهر القلب، زي ما قال معلمنا بولس: لنتقدم إلى الله يعني بقلب صادق بيقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا بماء النقي. قلوبنا مرشوشة متشال منها الضمير الشرير، وأجسادنا مغتسلة بالماء النقي، مية المعمودية التي تطهرنا من كل خطية. الماء يرمز للحياة.
وهذا هو عمل الروح القدس في النفس. لما شجرة ناشفة تديها مية تبتدي تزهزه. ازاي؟ المية نزلت راحت على الجذور وطلعت على الساق، معرفش خلال ايه. المية بتطلع ازاي في الشجرة؟ مين هيعرف؟ فيها أوردة وشرايين زينا كده ولا بتطلع ازاي؟ تطلع ازاي بالموت؟ فيها ايه؟ فيها شرايين وفيها ها؟ في حاجات جد ايوه الجيت. لا عارفين، لكن المية بتطلع ازاي فوق؟ خلال ايه يعني؟ زي ها؟ خاصة الشعرية. خاصة الشعرية؟ أصل المية تنزل تحت المفروض بالجاذبية الأرضية، لكن بتطلعها لفوق. الزرع حي زي مش لو ماتت معلش ها؟ الخشب كله يعني يمتص يطلع ولا فيه شعيرات؟ فيها شعيرات؟ الجزء كله ياخذ من كله ياخذ من الجذور. اللحاء فيه أنابيب. اللحاء فيه أنابيب. الله أعلم بقى كل واحد. المهم يعني طريقة سرية كده، المية تنزل على الجذور تطلع على الشجرة بطريقة أو بأخرى، من الجذع للأغصان للفروع للرفيعة لغاية ما توصل للورق، ومن الورق للزهر والزهر تلاقي الشجرة زهزهت ورقا وزهرا وثمرا بطريقة غير مرئية. فالمية أعطتها حياة. الروح القدس برضه كده، الروح القدس بيعطي حياة. شوف المسيح يقول ايه: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه أنا يصير فيه ينبوع ماء حي ينبع إلى حياة أبدية. يعطي حياة. الإنسان اللي ياخد الروح القدس ياخد حياة. اللي ما عندوش الروح القدس بيبقى ميت. يقول لك اسم أنك حي وأنت ميت. استيقظ أيها النائم وقم من بين الأموات ويضيء لك المسيح. فاللي عنده الروح القدس بيعطيه حياة. فالروح القدس هو روح الحياة. المسيح قال كده، قال الروح هو الذي يحيي، أما الجسد فلا يفيد شيئا. وقال الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة، لأنه كلام ممسوح بالروح القدس روح الحياة. فالمية ترمز للحياة، زي المية العادية تحطها في الشجرة تحيا. إنسان عطشان هيموت معطش يشرب يبتدي يرتوي تاني وينشنش. بهيمة أو عطشانة تديها مية ترد لها روحها تاني، وهكذا. الروح القدس كده برضه روح الحياة، اللي يمتلئ بيه بيبقى حي روحيا يعني. من رموز برضه اللي ترمز للروح القدس الريح. في العبرية روح ترمز للروح وترمز للريح، كلمة واحدة. في العربي فيه ريح وفيه روح، لكن العبري روح ترمز للاثنين. في اليوناني ابنفما يرمز للاثنين برضه، للريح وللروح. والمسيح نفسه عمل مقارنة بين الريح والروح لما قال ايه؟ قال الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها ولكنك لا تعلم من أين تأتي ولا أين تسعى. هكذا الروح القدس يهب على الإنسان فنسمع صوته
نقرأ الإنجيل نسمع صوت الروح القدس، نقرأ المزمور نسمع الروح القدس، نسمع وعظة حلوة نسمع صوت الروح القدس. الإنسان مملوء دايما يقول لك قال داود بالروح مزاميره، فتسمع زي ما تسمع صوت الريح بتسمع صوت الروح برضه، لكن لا تعلم من أين تذهب وأين تأتي ولا أين تذهب، تهب حيث تشاء بقى للي يتقبله. الروح القدس يهب، يعني يرف على وجه المرياء، الذي يتقبله يكسبه ويسكن فيه. هكذا الروح القدس يعمل في المؤمنين، لا نراه لكننا نشعر بعمله فينا ونسمع توجيهاته في داخلنا. لا ده صح، دي غلط، لا خدت الحاجة دي ردها، مش من حقك، غلطت في حق واحد روح صالحه، روح عاتبه، روح يعني اعتذر له. دي كلها صوت الروح القدس في داخلنا، لازم نسمع صوت الروح القدس في داخلنا. اللي يكتم صوت الروح القدس في داخله ده بتبقى حالته بعد كده الروح القدس يظل صوته يخفت لغاية ما يتسمعش فيه، فيعمل كل حاجة بقى غلط من غير وازع ولا تأنيب من ضميره. لكن الذي يتسمع صوت الروح القدس في داخله يكسب، والروح القدس صوته يعلو في داخلك. وأقل هفوة بعد كده الروح القدس يقول لك يبكت العالم على بر وعلى خطية وعلى دينونة. لما الروح القدس يبكتك اسمع صوت تبكيته وما تخمدوش، لألا صوته يخمد أو يعني يبقى صوته واطي في داخلك، تبقى أنت الخسران. فأنت الخسران. اسمع روح القدس، تسمع صوته لكن لا تعلم إلى أين يذهب. لما حل الروح القدس على التلاميذ في العلية في يوم 50، ولصار بغتة من السماء صوت كمن هبوب ريح أو هبوب روح عاصفة ملأ كل البيت حيث كانوا مقيمين، وزغرت لهم ألسنة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس. معجزة جبارة جدا لو تأملنا فيها حكاية يوم 50 دي. التلاميذ في بيت من بيوت أورشليم، الريح العاصف الشديد ما يجيش لا في البيت ده، مع ان الريح لما تيجي تهب على البلد كلها، ممكن على المحافظة كلها لما تبقى، واحيانا على دولة زي مصر جيبها من أسوان اسكندرية ريح شديد، لكن ريح تيجي بس على البيت، ريح عاصفة قوية جدا وصوتها يتسمع من أواخر أورشليم. الناس تيجي تتلم تقول إيه اللي بيحصل ده؟ اللي في الهيكل جه، خصوصا كان أورشليم في اليوم ده مليانة من الحجاج أو من المقدسين أو من الزوار اليهود من كل أنحاء العالم جايين يحضروا عيد 50 اليهودي. كان مناسب لعيد 50 المسيحي برضه. فجم اللي في الهيكل واللي في البيوت تقول لك ايه اللي حصل، نروح نشوف الحكايه دي. بصوا لقوا التلاميذ نازلين وبطرس كلمهم يسمعوهم بكل اللغات، يقول لك كل واحد يسمعهم بلغته التي ولد فيه، وذكر حوالي 15 جنسيه او 15 لغه. الريح العاصفه دي اللي هبت معجزة. وبعدين نزل الروح القدس مثل ألسنة من نار
مش ألسنة مثل ألسنة ونار منقسمة على كل واحد منهم. فالريح ترمز للروح القدس. المسيح نفسه له المجد لما حب يعطي تلاميذ السلطان يقول لك نفخ في وجوههم وقال اقبلوا الروح القدس. النفخة دي ريح طالعة من بقه، هو يحمل الروح القدس، هو يحمل الروح القدس. هذه النفخة ريح كما أنها روح. وقد تنبأ عنها المرنم قائلا تهب ريحه فتسيل المياه. يعني ريحه أو روحه تهب فتسيل المياه، يعني تعطي مواهب كثيرة. يعطي موهبة الروح القدس، يعطي موهبة الألسنة، يعطي موهبة الكهنوت، يعطي موهبة يعني عمل المعجزات، تسيل المياه، يعني المواهب تزيد. أو يهب الروح القدس على المؤمن فيهب له عطايا ومواهب كثيرة تفيض عليه وعلى من حوله كسيل من المياه الحية الغزيرة تشبع وتروي. وحتى روح آدم لما حب ربنا يخلق آدم يقول لك جبر الله آدم تراب الأرض ثم نفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. يعني روح الله لما نفخ في آدم أعطاه الروح الإنساني. حتى نفخة آدم بالروح القدس برضه اللي أعطاها الروح، روح الحياة، فصار آدم نفسا حية. من رموز الروح القدس النار. النار دي رمز قوي للروح القدس. احنا بنقول إلهنا نار آكلة، تبقى روحه نار برضه، روح ناري. يوحنا قال عن المسيح هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. يعني الروح القدس أو النار مرادفة لكلمة الروح القدس، يعني سيعمدكم بالروح القدس الناري. القديس أنطونيوس يقول لأولاده إيه؟ وهذا الروح الناري العظيم الذي قبلته أنا، دي للرهبان بقى. وهذا الروح الناري العظيم الذي قبلته أنا اقبلوه أنتم أيضا، وأنا أبوكم أجتهد معكم وأصلي لأجلكم كي تقبلوا. أنطونيوس أخذ الروح الناري، الروح القدس سكن فيه بغزارة، كان كلام وتصرفات وصل إلى درجات عالية جدا بهذا الروح الناري. وقول بقى لأن كل من يفلح ذاته بفلاحات الجهادات الروحية ينال نفس الروح لأنه يسكن في المستقيمي القلوب. هذا الروح الناري يسكن في المستقيمي القلوب الذين فلحوا حياتهم بفلاحة الجهادات الروحية. يعني لما الأرض تبقى مفلحة تيجي المطرة تنزل طلع على طول خير. فبرضه كده الروح القدس لما يلاقي نفس مفلحة ونظيفة يسكن فيها ويثمر فيها. النار من طبيعتها التطهير، وهي بذلك تشير إلى الروح القدس الذي يطهر الإنسان من أدران الخطية. ملاخي النبي يقول إيه؟ لأنه مثل نار الممحص ومثل أسنان القصار
يجلس ممحصا ومنقيا الذهب والفضة. بيتكلم عن الروح القدس مثل نار الممحص، يعني الممحص اللي هو بتاع الذهب. الراجل الجواهرجي عنده كور كده يحط فيه الذهب الغشيم، بالنار دي تمحصه وتنضفه. حتى نقول كلام الرب ممحص 7 أضعاف. الذهب ده بقدر ما تحطه في النار بقدر عياره ما يزيد. يعني اديته نار قليلة هيبقى عيار 18، النار زادت شوية بقى عياره 21، نضف شوية، ما بقاش فيه زغل ولا فيه معادن أخرى. زودت عليه النار تمام بقى عيار 24 أعلى حاجة. فدي نار ممحص المنقية. ومثل أشداد القصار الراجل اللي هو اللي بينظف الملابس، يعني الأشنان اللي هي الصابون والحاجات أدوات النظافة. كل ما نظف الملابس زيادة كل ما بيضت أكتر. المسيح له المجد لما على جبل التجلي يقول لك إيه: وصارت ملابسه بيضاء كالساج، لا يقدر قصار أن يبيض مثل ذلك. القصار اللي هو مبيض الملابس بيستخدم أشنان القصار، يعني صابون أو أدوات القصار اللي بينظف بيه. والممحص له كور وله نار. فالروح القدس كده النفس التي تقبله يطهرها من الشوائب وينظفها من أوساخ الخطية، زي الممحص، زي الجواهرجي، وزي الراجل بتاع اللي بينظف الملابس ده، يخليها بتلمع كده. النفس التي تقبل الروح القدس بقدر ما تتعرض للنظافة تنضف وتطهر وتزهو وتلمع كمان. الروح القدس نار تحرق من المؤمن أشواك الخطية وتهب بهاء للنفس، تبقى نفس بهية، نفس نقية طاهرة بتلمع كده من جوه، ما فيهاش خطايا ولا شرور توسخها. من طبيعة النار أيضا تعطي نور في الظلام، كذلك الروح القدس يعطي استنارة للنفس التي تقبله. في العهد القديم وشعب بني إسرائيل طالعين من مصر، كان ربنا بيعمل لهم حاجتين حلوين قوي. في النهار تظللهم سحابة تحميهم من الشمس، والسحابة ترمز للروح القدس. معلمنا بولس والجميع اعتمدوا لموسى في البحر وفي السحابة، أكنها عماد، يعني جميعهم يعني مية. جميعهم اعتمدوا لموسى وفي السحابة، يعني السحابة مية، في البحر الأحمر مية، فاعتمدوا. فكان في النهار يجيب لهم السحابة دي تغطي المحلة كلها. شوف بقى بتاع أكتر من 1,000,000 طالعين من مصر، سحابة تظللهم هم بس، ماشية معاهم تظللهم. يجي الليل مش محتاجين للسحابة، يجي نور، عمود نور يظلل إن كانوا قاعدين يظلل المحلة كلها، المنطقة، وإن كانوا ماشي معاهم ينور لهم، لا معاهم فانوس ولا كلوب ولا كهرباء ولا شمعة ولا حاجة خالص. عندهم الليل زي النهار بالظبط، أو الليل زي النهار. كان الشمس طالعة بالنور الإلهي. فالسحابة ترمز للروح القدس، الماء
السحابة ماء ترمز للروح القدس، وعمود النار أيضا يرمز للروح القدس اللي هو يهب للنفس استنارة، يهب للنفس استنارة، لأن النور ينير الظلام، والروح القدس يعطي استنارة للنفس مثل عمود النهار الذي كان يضيء لهم البرية ليلا سواء ماشيين أو قاعدين. الروح القدس هو الروح الناري الذي يلهب قلب المؤمن بالنار الإلهية وبالغيرة المقدسة، فكل من تدخل هذه النار إلى قلبه يصبح حارا بالروح. كونوا حارين بالروح، معلمنا بولس في روما 12 حارين بالروح زي الآباء الرسل لما حل عليهم الروح القدس مثل ألسنة من نار منقسمة على كل واحد منهم، بقوا حارين بالروح، عندهم غيرة مقدسة لخلاص العالم، أعطاهم شجاعة بقى يبشروا بين الوثنيين ما يهمهمش، وهكذا ذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها وغيروا شكل العالم من الوثنية البغيضة بكل شرورها إلى المسيحية النقية بكل طهارتها وفضائلها. فالروح اللي نزل عليهم مثل ألسنة من النار منقسمة على كل واحد منهم أولا طهرهم من شوائب الخطية والضعف، الخوف والجبن والشك واليأس والإحباط والحاجات اللي كانت عندهم دي والضعفات دي، وأعطاهم نار الغيرة في الخدمة، زي ما قول الصانع ملائكة أرواحنا قدامه نارا تلتهب. فالخادم يبقى زي النار في خدمته، والعابد والراهب يبقى زي النار في عبادته، عبادة ربنا. ساروفيم ساروفسكي يقول لما كان يصلي كان يبقى كأنه كده عمود من نار ملتهب كله كده، الناس يشوفوه كده كأنه عمود نار كده بيصلي. قديس روسي كبير قوي كان اسمه ساروفيم ساروفسكي. أما شنودة لما كان يصلي كانت صوابع عليها 10 تنور. كتير بقى قديسين زي كده نسمع عنهم صاروا نارا. النار أو الروح القدس الناري العظيم الذي أخذته أنا، قول يا ريت تاخدوه انتوا مع أبونا أنطونيوس يقول لنا كده. من ضمن برضه الرموز عن الروح القدس الختم. الختم يرمز للشخص وعلامة سلطانه. الواحد مضى ورقة وختمها بختمه بقت خاصة به ومسؤول عنها. المسيحي بياخد ختم الروح القدس عند دهنه بزيت الميرون. معلمنا بولس يقول ايه؟ الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله الذي ختمنا أيضا وأعطانا عربون الروح في قلوبنا. وقول إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. يعني 36 رشمة بالصليب دي في جسم المعمد بالميرون بعد ما يطلع المعمودية دي ختم أختام 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 أختام. يعني معناتها خلاص بقى الراجل ده الطفل ده ملك للمسيح، مدشن زي ما دشن صينية وكاس بالميرون، بقوا دول متخصصين للخدمة. محدش يستخدمهم لا ياكل فيهم ولا يشرب فيهم ولا حاجة خالص. فالطفل المسيح المعمد المختوم بالأختام دي كلها بالميرون بقى جسمه، بينما ندهن بجسمه بالميرون بالظاهرا الروح القدس بيدخل بقى
يختم القلب من جوه. يقول لك يقول لك ايه؟ امنتم ختمتم بروح الموعد. وبعدين لما ختمنا اعطانا عربون الروح القدس في قلوبنا. يعني احنا نختم الظاهر كده بختم الصليب بالميرون، والروح القدس يدخل جوه يختم القلب، يختم القلب ويعطينا عربون الروح في قلوبنا. عادة الختم دي كانت زمان. يقول لك لما أيام اليهود مثلا كان لما عبد يبقى عند سيده وعاوز يطلقه ما يرضاش، يروحوا يخرموا له ودنه. خلاص ده بقى ملك سيده، ما يطلبش حرية بعد كده. في الجيش الروماني كان عندهم ختم، يختموا دراع الجندي باسم الامبراطور، ختم كده باسم الامبراطور يختموه، عشان ده ملك الامبراطور بقى، ده يعني خادم الامبراطورية الرومانية. احنا بنتختم بالميرون في اجسادنا، وبعدين في بعضنا بيتختم برضه يعمل ختم الصليب في ايده. اول ما يشوف الصليب يقول لك ده مسيحي على طول، عليه ختم المسيح، علامة ابن الانسان نفسه فتظهر في السماء عند مجيئه. فختم الصليب على ايدينا ده ختم الصليب، ختم المسيح الروح القدس. والاختام اللي خدناها في الميرون برضه أختام الروح القدس، واخدين لبالكم. فدي كلها أختام بنختم بيها علشان نبقى ملك المسيح، مكرسين ومدشنين لله، مملوكين له، تحت الحماية المباشرة له، مستأثرين كل فكرة إلى طاعة المسيح الذي يقودنا كل حين في موكب نصرته، بعد أن خلصنا من الشيطان الذي كان قد اقتنصنا لإرادته، ونصبح هياكل مقدسة لله وروح الله ساكن فينا. في الكنيسة في 3 أسرار بناخد فيها هذا الختم، يعني بناخد فيها سمة لا تمحى، عشان كده لا تعاد. المعمودية والميرون والكهنوت، ال3 أسرار دول لا تعاد مهما كان. المسيح لو راح بقى مسلم بقى يهودي بقى درزي ورجع ما يعمدوهش تاني ولا يدلوه بالميرون تاني، يدوله قانون توبة وبعد كده يقولوا له التحليل بقى مسيح. الكاهن ممكن يتجرد من كهنوته، ولو رجع مجرد قانون توبة ويقولوا له التحليل ويلبس عمته ويلبس كهنوته تاني عادي خالص. خد لا يمحى، وبذلك لا يمكن إعادته، لأن الحاجات دي زي الميلاد واحد يتولد مرة واحدة ما يتولدش تاني. المعمودية ميلاد تاني، هي والميرون مع بعض كده، ميلادا روحيا مولودين معه في المعمودية. والكهنوت برضه ميلاد في الكهنوت، يبقى ما ياخدوش تاني، ما يتولدش الواحد مرتين. لكن بقى في التناول، لأن المعمودية ميلاد لا تكرر، لكن لأن التناول غذاء، والغذاء الإنسان يتغذى كتير فعاوز يتغذى، فلازم يتكرر. يحل الروح القدس على سر تناول الأفخارستية كختم مقدس عند استدعاء الروح القدس في صلاة القداس.
شوف المسيح قال كده بقى، قال ايه؟ قال اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية، اللي هو سر التناول يعني، الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الطعام الله الآب قد ختمه. يتكلم على حلول الروح القدس في التناول. الآب قد ختمه بختم الروح القدس. عند استدعاء الروح القدس، الروح القدس يحل ويختم هذه الأسرار ويحولها من الخبز البسيط إلى جسد المسيح، ومن الخمر البسيط إلى دم المسيح، وتصلح للغذاء عشان يتكرر. بختم الروح القدس وبحلوله على الخبز والخمر وتحويلهما يصيران جسد ودم المسيح اللي نغتسي به كل يوم. وده الطعام الباقي للحياة الأبدية الذي الآب قد ختمه. المعمودية ما تتعادش عشان ميلاد. التناول يتعاد، السر يعني يتعاد لأنه طعام غذاء. الإنسان بولد مرة واحدة لكن يغتسي كثيرا كثيرا كثيرا. فالروح القدس له هذه نذكر الحمامة، المية، الزيت، النار، الريح، الخط، وحاجات كتيرة احنا قلنا بس بعضها. بركة الروح القدس تحل علينا وبركة حياتنا.